منتخب النرويج يا جماعه مرعب. حمدي فتحي بنسبه 99% هيكون له دور مختلف في هذه المباراه. تريزيجيه، النادي الاهلي كفكره ان هو يسيب تريزيجيه مش هي السبب. تريزيجيه افضل لاعبي النادي الاهلي الموسم الماضي قولا واحدا. مليون في المية عيب قوي اللي حصل لما يبقى عندك انتقاد لشخص ما زي كابتن حسام حسن، وعندك رأي معين في التشكيل او في الاختيارات او في قائمة منتخب مصر او ايا كان اللي انت بتنتقده، حقك الكامل انك انت تقول انا راضي او غير راضي ايا كان موقعك. اما لما يجي واحد المفروض ان هو من صفوة المجتمع زي الاستاذ المحترم مدحت العدل وله مني كل الاحترام والتقدير، يجي يتكلم على كابتن حسام ويكتب عنه تعليق ويقول انه كابتن حسام مريض نفسي ومعقد وان اختياراته كلها تدل على الانحياز، وبعد كده يتكلم ويكمل بقيه كلامه ويقول لك انه يعني الانجاز اللي هو عمله حسام حسن عشان خاطر نقول انه انجز. يعني ايه المشكله انه يكسب نيوزيلندا اللي خسرت من بلجيكا 5-0، وايه الانجاز ان هو يتعادل مع بلجيكا في النسخه الاسوأ ليها، ويتكلم بهذا الاسلوب وهذا الشكل على كابتن حسام حسن. انا هنا عندي تعليق صغير قوي، تعليق صغير جدا. هو احنا ناسيين كابتن جوهري الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن اليه، عمل ايه في كاس العالم 1990؟ ناسيين لما تعادل ماتشين وخسر ماتش وخرج بنقطة واحدة وما احرزش غير هدف واحد من ضربة جزاء للكابتن مجدي عبد الغني؟ من ساعتها لحد وقتنا هذا واحنا بنتغنى بالكابتن الجوهري وبنقول انه الكابتن الجوهري اسطورة، على الرغم من النتائج اللي حققها نتائج هزيلة جدا واداء كارثي وما كانش فيه اهداف وخارجين بشكل سيء جدا من كاس العالم. عايزين يبقى كلنا على قلب رجل واحد في تشجيع منتخب مصر، مش ان احنا مقسمينها اهلي وزمالك. يا جماعه فوقوا من اللي انتوا فيه. هو انتوا الاهلي والزمالك في كل حاجه في الدنيا، في كل حاجه، يعني حتى في المنتخب. انا بجد مش فاهم. ولما يجي الكلام دوت من ناس كبيره وناس مثقفه وناس متعلمه يبقى عيب قوي. ما كان بعد الكلام اللي قاله السيناريست المحترم مدحت العدل، ما كان من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام غير انه هو بيدعو مدحت العدل للتحقيق، يعني وتوقع انه هيتم تطبيق عقوبات على مدحت العدل على مثل هذا الكلام، لانه اعتقد كلام ده زي ما بيتقال كده مريض نفسي ومعقد وكل هذا الكلام، اعتقد انه هو يتحط تحت بند سب وقذف. يعني اعتقد انه كمان من حق كابتن حسام حسن ان هو يقدم شكوى للنيابه العامه. طبعا هو ادرى بمصلحته وادرى هو بيعمل ايه، بس اعتقد ان حاجه زي كده تتحط تحت بند سب وقذف. لكن الحقيقه كابتن مدحت العدل او السيناريست مدحت العدل طلع بعد كده واعتذر وقال انا ما كانش قصدي وكل هذا الكلام. ولكن مش اي حد يا جماعه يغلط او يقعد يقول كلمتين وهو كاتبهم بايديه بكومنت من الاكونت الاساسي بتاعه، وفي الاخر يطلع يقول ما كانش قصدي وانا اسف وانا ما كانش. وبحترم كابتن حسام، فين الاحترام في اللي انت قلته؟ اتمنى من كل قلبي ان يكون في روح بعد كده مختلفه في الفتره القادمه، ونشيل موضوع الاهلي والزمالك طول ما احنا بنتكلم على المنتخب. خلينا اتكلم معاك سريعا على مباراه مصر واستراليا. الحقيقه هذه المباراه بتشهد تغيرات كبيره جدا جدا الفتره اللي جايه. ليه؟ لانه مباراه مصر واستراليا هيكون في اختلاف في التشكيل، اختلاف في ادوار اللاعبين، اختلاف في امور كتيره جدا. اولا بالنسبة للاعبين، حمدي فتحي بنسبة 99% هيكون له دور مختلف في هذه المباراة. يعني مش هيلعب قلب دفاع. انت عارف كويس قوي انه مهند لاشين خلاص تم ايقافه رسميا بسبب موضوع تراكم البطاقات الصفراء. دلوقتي منتخب مصر لازم بيدور على بديل. انا جاي لك من الكنترول يا باشا وبقول لك انه البديل هيكون حمدي فتحي. يعني حمدي فتحي هيتجاب من خط الدفاع وهيتحط في نص الملعب. هو كابتن حسام شايف انه حمدي فتحي افضل حد يسد مكان مهند لاشين، وانا اتفق معاه مليون في المية. وشايف برضو ان محمود صابر ممكن يعملها بشكل جيد ان كان حمدي فتحي من الناحية الدفاعية اقوى من محمود صابر، لكن محمود صابر من الناحية الهجومية اقوى من حمدي فتحي. فحمدي فتحي بنسبة كبيرة بعد ما خلاص تماثل للشفاء مليون في المية هيكون متواجد في هذه المباراة.
كمان محمد صلاح بيتم تجهيزه حاليا في للمباراه، وان شاء الله هيكون متواجد. نفس الكلام محمد عبد المنعم بيتم تجهيزه، ولكن محمد عبد المنعم لسه الدنيا مش واضحه معاه قوي اذا كان هيكون جاهز ولا لا. لكن بنسبه بقى 100% الكلام اللي انا قلته لك يا باشا امبارح على احمد فتوح النهارده بشكل مؤكد بنسبه 100%. منتخب مصر بيعلن انه احمد فتوح لن يتمكن من اللحاق باي مباراه في كاس العالم لمنتخب مصر. خلاص انا قلت لك قبل كده قصه التمزق العضلي في العضله الخلفيه دي عمرها ما هتتحل في 4-5 ايام ولا حتى اسبوعين ولا اي الكلام ده كله. اقل تقدير من 3 اسابيع لشهر ده تمزق في العضله الخلفيه، فالموضوع كبير ما هوش صغير. فبالنسبه لاحمد فتوح القصه معاه انتهت في المشاركه مع منتخب مصر، وبالتالي كريم حافظ هو اللي هيحل محله كباك شمال الفتره القادمه. طبعا كريم حافظ كلنا شفناه قبل كده مع منتخب مصر، لكن طبعا احمد فتوح لا يقارن، عشان نكون صراحه مع بعض. احمد فتوح داخل منتخب مصر لا يقارن اطلاقا باي لاعب اخر في هذا المركز. يمكن انا قلتها قبل كده اكتر من مره، احنا ما حالتناش غير باك شمال واحد داخل مصر كلها اسمه احمد فتوح. فدي مشكله كبيره اكيد وهتاثر على منتخب مصر، بس ان شاء الله كريم حافظ قدها وقدود. خلينا اتكلم معاك سريعا عن بعض الامور الخاصه بمباراه مصر واستراليا يوم الجمعة القادم الساعة 9 مساء. مبدئيا كده القيمة السوقية ما بين منتخب مصر ومنتخب استراليا كبيرة جدا. انت بتتكلم تقريبا القيمة السوقية لمنتخب مصر داخلة او قريبة من 120 مليون دولار او يورو، 120 مليون يورو، في حين ان القيمة السوقية لمنتخب استراليا لا تتعدى 80 مليون يورو. فانت بتتكلم فرق كبير، طبعا فرق كبير. هتقول لي ما انت عندك 2 أو 3 لعيبه القيمه السوقيه بتاعتهم في منتخب مصر عاليه قوي، لو شلتهم هتلاقي القيمه السوقيه ما تتجاوزش 15 مليون يورو. بس هقول لك على حاجه، نفس الكلام برضو في منتخب استراليا، عندهم 2-3 لعيبه لو شلتهم هتلاقي القيمه السوقيه بتاعتهم لا تتعدى 5-6 مليون يورو. ما نفس الفكره، يعني نفس المبدا. طيب خلينا اتكلم معاك سريعا عن مباريات كأس العالم بقى ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. اولا مليون مبروك لمنتخب المغرب. منتخب المغرب امبارح عمل ملحمه. انا كنت نزلت فيديو صغير جدا بعد انتهاء المباراه، ولكن الحقيقه منتخب المغرب قدام منتخب هولندا عمل كل حاجه في كرة القدم. منتخب هولندا اللي اتفرج على المباراه هيعرف كويس قوي انه كأن كده منتخب اشبال بيلعب قدام منتخب كبير قوي. فرق كبير جدا في المستويات، فرق كبير جدا في كل شيء، على الرغم من ان الاسماء اللي موجوده على ارض الملعب في منتخب المانيا كلهم نجوم، هولندا كلهم نجوم بلا استثناء، سواء في الدفاع سواء في خط النص سواء في المهاجمين. ولكن منتخب المغرب لو جيت تبص على المباراه هتلاقي 6 فرص محققه لمنتخب المغرب، 6 فرص ب6 اهداف محققين، مقابل ايه؟ مقابل فرصتين فقط لا غير لمنتخب هولندا، ضيع واحدة وأحرز واحدة. أما منتخب المغرب فتبارى لاعبيه في أن هم يهدروا الفرص، لولا إهدار الفرص والرعونة بعض الأحيان، وأحيانا كمان تانية كان في سوء توفيق طبعا، ده بالإضافة لتألق الحارس الهولندي اللي شال كمية كور غير طبيعية. كان زمانك دلوقتي بتشوف المغرب كسبان بنتيجة تاريخية 4 ولا 5. السسبنس ما وقفش لحد هنا، الإثارة ما وقفتش لحد هنا. انت بتتكلم في إثارة لمنتخب المغرب كملت لحد ضربات الجزاء. انت متخيل ان ضربات الجزاء النتيجة بتاعتها خلصانة 3-2 لمنتخب المغرب؟ يعني منتخب المغرب اهدر ركلتين ومنتخب هولندا اهدر 3 ركلات. انت مدرك؟ يعني الماتش راح وجه اكتر من 50 مرة. حتى منتخب المغرب لحد الدقايق البلاس 90 كان خسران، يعني الماتش خلاص كان رايح. شوف كان عامل كل حاجة في كرة القدم وهو الأفضل في كل شيء، ولكنه كان خسران 1-0 من منتخب هولندا، عشان يجي بعد كده بلس 90 وبرأسية ولا أروع يحرز منتخب المغرب هدف التعادل ويحيي الأمال من جديد وتخش في أوقات إضافية. فالحقيقة مليون مبروك لمنتخب المغرب.
والمباراة اللي جاية يوم السبت القادم مع منتخب كندا، أنا بقول لك أهو استعد عشان هتشوف حفلة أهداف تاريخية لمنتخب المغرب في هذه المباراة. حفلة أهداف. منتخب المغرب أقوى بكتير وأعلى بكتير جدا من منتخب كندا، فأتوقع أن منتخب المغرب هيتغلب على منتخب كندا بنسبة كبيرة جدا وبفارق أهداف كمان كبير. لكن هي المشكلة مش هنا، المشكلة في المواجهة اللي بعد كده. يعني مواجهة المغرب مع فرنسا صعبة مستحيلة، عشان بس أكون صريح معاك. أنا بعشق المغرب والناس كلها عارفة كده، وبحب دولة المغرب جدا جدا جدا، ولكن زي ما قلت لك لما بتكلم حتى على بلدي هي منتخب مصر، أنا بكون راجل بتكلم بمنطقية. حتى قلت لك منتخب مصر آخرها دور ال16 وهنودع شكرا. ليه؟ لأنك هتقابل الأرجنتين. نفس الكلام برضه، نفس الكلام. منتخب المغرب هيوصل دور ال8 إن شاء الله، ولكن هيودع بنسبة كبيرة. ليه؟ لأن هيقابل فرنسا. وانا قلت قبل كده في الاول خالص منتخب فرنسا ومنتخب الارجنتين كواليتي وليفل تاني خالص خالص. ما بقولكش برضو ان منتخب المغرب هينزل رامي الفوطه، بالعكس هتشوف اداء محترم من رجاله المغرب، هيحاولوا على قد ما يقدروا. ولكن كتوقعات لما تيجي مثلا تحط كده توقع ما بين مثلا منتخب فرنسا ومنتخب المغرب 90% مقابل 10%، مش اكتر من كده، مش اكتر من كده. لكن الحقيقه شابوه بجد لرجاله منتخب المغرب على الاداء الرائع اللي هم عملوه. كمان كان عندنا مباراه تانية ما بين النرويج وكوت ديفوار، ولو فاكر امبارح انا قلت لك معلومه مهمه جدا. قلت لك انت عندك 3 مباريات في دور ال 32 هم الماستر سين بتاع الدور ده في كاس العالم. هم اهم مباريات واقوى مباريات وهيبقوا امتع مباريات. اول مباراه المغرب ضد هولندا، وبالفعل كانت مباراه عظيمه جدا. تاني مباراه النرويج ضد كوت ديفوار، وثالث مباراه هي مباراه السنغال ضد بلجيكا. قلت لك ال3 مباريات دول هتشوف فيهم تنافسيه عاليه جدا، هتشوف فيهم اداء رائع على ارض الملعب، لان الاسماء اللي موجودين على ارض الملعب اسماء كبيره جدا. وبالفعل مباراة المغرب وهولندا أوفت بالوعود، وكمان مباراة النرويج وكوت ديفوار. النهاردة كوت ديفوار بتخسر 2-1 من منتخب النرويج، والحقيقة منتخب النرويج بيكسب بجدارة واستحقاق. اللي اتفرج على المباراة هيعرف كويس قوي ان النرويج استحق ان هو يتأهل للدور القادم، واستحق ان هو يكسب منتخب كوت ديفوار. على فكرة مباراة كوت ديفوار والنرويج ما كانش فيها فرص كتير، هم كلهم على بعض 5 فرص، تم احراز 3 اهداف منهم، هدفين لمنتخب النرويج وهدف لمنتخب كوت ديفوار. 3 فرص محققين، اهداف حقيقيه لمنتخب النرويج تم احراز 2 منهم، وفرصتين محققتين لمنتخب كوت ديفوار تم احراز هدف واحد بس. وهي دي المباريات التنافسيه، عمرك ما هتشوف يعني كميه فرص كبيره وكتيره. ولكن منتخب النرويج يا جماعه مرعب حرفيا. كان بيلعب النهارده مع منتخب كبير وكبير جدا اسمه كوت ديفوار، كانت مباراه كبيره جدا. ولكن منتخب النرويج يا جماعه منتخب مرعب حرفيا. هالاند بالذات بقى، الهدف يا جماعه، الهدف الاولاني لمنتخب النرويج، ايه الجمال ده. الواد اسمه انطونيو نوزا تقريبا، حاجه زي كده، بس مش ممكن يا جماعه. ده الواد خدها وحضر لنفسه كده وحاططها كده شيب كده في البعيده بشكل لفها لفه جاتوه. لا مش ممكن. هدف رائع. واللي اروع منه الهدف بتاع كوت ديفوار برضه. الهدف بتاع كوت ديفوار الواد عمل كل حاجه في كره القدم. امادو ديالو مش ممكن. امادو ديالو خدها لوحده، جهد فردي بحت، ولم الدفاع كله وحضن لنفسه من زاويه ضيقه هوب ويشوط ويحرز. حاجه لا، مباراه حلوه وممتعه. ولكن النرويج قادم وبقوه. في كل لاعب ايه عشان بس الكلام يكون واضح. موقف كل لاعب حاليا: اولا محمد علي بن رمضان المحترف التونسي في النادي الاهلي، وضعه ايه والدنيا ماشيه معاه ازاي؟ اولا محمد علي بن رمضان نادي الحزم السعودي حاطط كل امكانياته الماليه والماديه وكل شيء عشان خاطر ياخد اللاعب من النادي الاهلي، وعمال يقدم بدل العرض 2 و3 و4، ومصر
على اتمام صفقه محمد علي بن رمضان في نادي الحزم السعودي. امين امين، انا ما عنديش مشكله في القصه دي خالص، ومحمد علي بن رمضان لاعب كبير، ولكن لم يؤدي ما عليه مع النادي الاهلي في النسخه الماضيه من الدوري المصري او في الموسم الماضي كله. فلو هيمشي اهلا وسهلا، الاهلي موافق، الاهلي موافق ومرحب وما عندوش اي مشكله، ولكن هو بيرفع السعر شويه. اما فكره انتقال محمد علي بن رمضان للحزم السعودي هي مساله ايام فقط لا غير، مساله وقت، واللاعب كده كده رايح للحزم السعودي. ده بالنسبه لموضوع مين؟ لموضوع محمد علي بن رمضان. طب موضوع تريزيجيه، كل لاعب وليه ظروفه. تريزيجيه النادي الاهلي كفكره ان هو يسيب تريزيجيه مش هي السبب. تريزيجيه افضل لاعبي النادي الاهلي الموسم الماضي قولا واحدا. تريزيجيه افضل لاعب، هداف الدوري المصري وهداف دوري الابطال كمان، على الرغم من ان الاهلي خرج من بدري. طيب امال القصه في ايه؟ القصه انه الاهلي عايز يعمل تخفيض عقود اللاعبين زي تريزيجيه وزي احمد السيد زيزو. تريزيجيه رفض، مش عايز يخفض العقد بتاعه من الاخر. وكل ما قيل في قصة انه تريزيجيه كان موافق على تخفيض العقد بتاعه غير حقيقي. طيب الوضع ايه دلوقتي؟ الوضع ان تريزيجيه حاليا في اكتر من نادي عايزه، والاهلي فعلا تلقى اكتر من عرض، واللاعب عنده عرض من الرياض السعودي، وبنسبة كبيرة هيروح الرياض السعودي. ليه؟ لأنه مش موافق على تخفيض العقد بتاعه، لكن الأهلي كان عايزه، لكن مع تخفيض العقد بتاعه هيرفض، يبقى لازم يتباع، فهيتباع. ده الموقف بتاع مين؟ ده الموقف بتاع تريزيجيه. يبقى كده عندك فعلا بن رمضان وتريزيجيه ماشيين، فعلا ماشيين. طيب مين اللاعب الثالث؟ احمد السيد زيزو. باخد لك كده لاعب موقف كل لاعب عامل ازاي. احمد السيد زيزو القصه بتاعته مختلفه شويه. احمد السيد زيزو رافض يخفض العقد، ورافض كمان ان هو يمشي. هو بيقول لك انا عايز اكمل العقد بتاعي وعايز استمر في مشواري مع النادي الاهلي. اما النادي الاهلي من ناحيته الموضوع معاه مختلف. لا معلش، ما انت هتخفض العقد بتاعك يا تتكل على الله، يا تجيب عرض، احنا نجيب لك عرض ونسوقك. ده الكلام ودي القصه بتاعه احمد السيد زيزو. وهتتحل على فكره القصه دي مجرد ما اللاعب يخلص مشاركته مع منتخب مصر في كاس العالم. هتسمع اخبار يعني قريبه جدا ان احمد السيد زيزو خلاص جاله عرض من الحته الفلانيه ومشي. احمد السيد زيزو لن يستمر في النادي الاهلي قولا واحدا الا اذا وافق انه يخفض العقد بتاعه، وده مش هيحصل. فبالتالي زيه زي تريزيجيه هيمشي. ده بالنسبه لاحمد السيد زيزو. طب اخر لاعب امام عاشور. امام عاشور بقى ده اللي موقفه مختلف عن الجميع تماما. ليه بقى؟ هقول لك. اولا النادي الاهلي مش عايز يمشيه. ثانيا النادي الاهلي عايز يجدد العقد بتاعه اصلا، يعني عايز يعمل تجديد وتمديد للعقد بتاع اللاعب. ثالثا اللاعب نفسه كمان عايز يستمر في النادي الاهلي، خد بالك مش عايز يمشي، خصوصا بعد التغيير اللي بيتعمل دلوقتي. انا قلت لك قبل كده مشكله امام عاشور مش في انه هو بياخد مبلغ قليل او مش عاجبه خالص. هي مشكلته انه كان افضل لاعب في النادي الاهلي هو، وبعد كده جه زيزو وتريزيجيه عليوا عليه في الراتب اضعاف مضاعفه، فاخدها في نفسيته وزعل. ده اللي حصل بالظبط مع امام عاشور. فامام عاشور لا هو عايز يمشي ولا الاهلي عايزه يمشي، ولكن في عروض مقدمه كبيره جدا من اجل التعاقد مع امام عاشور. ايه اللي حصل في القصه؟ نادي سعودي قدم عرض لامام عاشور ب 4 مليون يورو، بالاضافه ل 2 مليون يورو امتيازات للنادي الاهلي، يعني توتال 6 مليون يورو. عرض قوي، عرض قوي. طيب الاهلي رد بايه؟ عشان بس اعرفك انه مفيش نيه لبيع امام عاشور. عارف ان الاهلي رد بايه؟ الاهلي قال لك انا عايز 10 مليون يورو مقابل انتقال امام عاشور. 10 8 مليون اساسي بالاضافه ل 2 مليون يورو اضافات او امتيازات. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الاهلي بيطفش. طب هتقولي طب ما هو معلش سؤال، طب ما هو يمكن فعلا العرض دوت يتقبل او يتوافق عليه او يقول لك امين، وقتها الاهلي فعلا هيبيعه، لان وقتها هيبقى في رقم ما يترفضش، 10 مليون يورو صباح الفل، فخلاص يلا. لكن لو ما حصلش الاهلي مش هيبيع امام عاشور. فاكبر دليل انه رد الاهلي تمام على الناس انه لا، انتوا لو عايزين امام عاشور هاتوا 10 مليون. معنى كده انه ايه؟ معنى كده انه مش عايز يمشيه اصلا.
فموقف امام عاشور مختلف تمام الاختلاف عن زيزو وعن تريزيجيه وعن محمد علي بن رمضان. فالقصه منتهيه في امام عاشور. امام عاشور لن يرحل عن النادي الاهلي الا لو جه في 10 مليون يورو. ده وضع القصه بتاعت الاربع لعيبه اللي شاغلين بال الناس، لدرجه انه كابتن احمد شوبير طلع يتساءل: انا سمعت ان الاهلي هيمشي امام عاشور وهيمشي تريزيجيه وهيمشي بن رمضان وهيمشي زيزو، امال مين اللي هيلعب؟ لا ما تقلقش، مش يعني تريزيجيه وزيزو وبن رمضان هيمشوا، لكن امام مكمل ومستمر، بالاضافه اصلا للصفقات اللي الاهلي بيعملها. وانا كنت اتكلمت معاك قبل كده امبارح في القصه بتاعت علي علوان، وقلت لك انه علي علوان الاهلي خلاص حطه في دماغه وهيجيبه. نادي السلية القطري رفض العرض بتاع الاهلي فعلا، ولكن ده مش معناه ان القصه انتهت او ان الموضوع خلص. الاهلي هيجيب اللاعب علي علوان، هيجيبه، يعني هيجيبه، القصه معاه منتهيه. طبعا ده بالاضافه لباقي الصفقات التانية اللي الاهلي شغال فيها، بالاضافه لعلي محمود اللي الاهلي اعلن خلاص انه اتمم كل شيء معاه، لاعب انبي. تمام. فالقصه لسه مكمله معانا، وكده كده كمان لما هيوصل المدير الفني الحسين عموته هيكون في كلام اكتر واكتر في هذه الامور. طبعا ده بالاضافه لبعض الامور التانية داخل النادي الاهلي، مثلا زي موضوع قفشه واحمد رضا. محمد مجدي قفشه خلاص اتخذ القرار النهائي فيه باعارته مجددا هذا الموسم، لن يستمر في النادي الاهلي. بالنسبه لاحمد رضا نفس الكلام. انا بس عندي اعتراض على احمد رضا. احمد رضا والله العظيم لاعب خط نص عالي قوي، كبير جدا، ليه نمشيه؟ يعني ليه نمشيه؟ انا بجد والله انا شايف اللاعب دوت فعلا مظلوم. ده لو خد فرص اقسم بالله هيبقى حاجه زي مروان عطيه واحسن كمان، لكن ما اعرفش، يعني احمد رضا غير محظوظ اطلاقا في النادي الاهلي. وكمان في عمر الساعي ومصطفى العش المعارين، بالفعل حتى وقتنا هذا الاهلي بيقرر تجديد الاعاره بتاعتهم، يعني ولا عمر الساعي ولا مصطفى العش هيعودوا للنادي الاهلي في الموسم القادم.